لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق بريدفاست تطبيق بقالة وأكتر تطبيق محمله مليون مستخدم، شغال في مصر وشغال في السعودية. تطبيق بريدفاست تطبيق تقييماته 3.7 من 10، ودي تقييمات حقيقية لأن مش كل الناس عاجبها عروض وخدمات بريدفاست. نفتح التطبيق مع بعضينا. بيقول لك أسبوع الجمال بدأ، استمتع بخصومات لحد 65% على منتجات تجميل وبرفانات من النهاردة لحد 30 سبتمبر، اطلب الآن. طبعا هنا بقى في وجبات، تقدر تنقي اللي انت عايزه. بريد فاست بقى مشكلته مع العملاء ان هو في ناس كتيرة جدا بعد التحديث الاخير مش بيرضى يفتح معاها التطبيق، ودي حلها بسيط يا جماعة، ان انت تقدر تشغل في بي ان على تليفونك بدولة تانية زي امريكا او كده. هتيجي تفتح التطبيق يفتح معاك بمنتهى السهولة. لكن في مشكلة تانية ان ناس كتيرة جدا شكرت في بريد فاست اول ما بدأ، ان هو كان تطبيق كويس جدا ومميز جدا، وكان بيقدم وجبات فطار كويسة جدا، وكان خدمة توصيل كويسة، وكانت اسعاره كويسة، والتوصيل برضو كان كويس جدا. دلوقتي اصبح في النازل، كل الناس بتشتكي من بريد فاست. فانا عايزين يا جماعة لما يكون في تطبيق كلنا شفناه حلو نقول عليه حلو، تطبيق شفناه وحش كلنا نقول عليه وحش. الفكرة مش ان احنا لا بنطبل لحد، ولا ان احنا عايزين نضطهد حد او نتكلم عن حد بطريقة مش كويسة. ده مثلا راب بيت بالبيف بايكون، تمنه 93 جنيه. ممكن تحط بقى اضافات عليه، جبنة امريكي، شرايح هاليبينو، بصل مكرمل، مربى مشروم. دي وجبات سخنة، مخبوزات ومعجنات، كرواسو اللبنة والزعتر ب40 جنيه، فلسطيني كرواسو بالتركي والشيدر 50 جنيه، قطعة كرواسو ب50 جنيه، كرواسو روست بيف 60 جنيه، كرواسو سادة ب34 جنيه. والله يا جماعة يعني انت حضرتك لو تعبت نفسك ونزلت اشتريت من محل اللي انت بتشتري منه مخبوزات، هتشتري حاجات ارخص من كده بكتير. حلويات، ايس كريم، بيض، جبنة، لحوم، كل الحاجات دي واكتر في تطبيق بريدفاست. طبعا احنا هنا بنتكلم عن التطبيق بشفافية، وياريت كلنا نتكلم. لو انت كتبتلي تعليق والتعليق ده عن تجربتك الشخصية، ثبت لك التعليق عشان الكل يستفيد من تجربتك. يعني هنا مش فارق معايا بريد فاست من نيستا شوب، من طلبات، من اي حاجة من زي كده. كل ده ما يفرقش معايا، يفرق معايا ان الناس بتشكر في التطبيق او الناس بتذم في التطبيق. طبعا لازم تدفع بالفيزا، ولو حبيت تدفع بالكاش فبيبقى فيها مشكلة بالنسبة لهم، او يعني ايه، بتبقى انت يعني يوزر درجة تانية، ما بيهتموش بطلباتك قوي، لان انت ايه، ما عندكش القدرة ان انت تستلم غصب عنك. انت لازم تستلم غصب عنك، عشان انت لما بتدفع بالفيزا فانت بتستلم غصب عنك. طب لو انت بقى كاش، ممكن نروح ما يعجبكش المنتج، الحاجة مش سخنة، الحاجة مش كويسة، الحاجة ناقصة اي حاجة، فترفض تستلم المنتج. لكن طول ما انت دافع بالفيزا فانت ايه، ما بتقدرش تسترجع المنتج، ولو حبيت تسترجع بيبقى قدامك 14 يوم. فبالنسبة لهم العميل الفيزا هو عميل مميز بالنسبة لهم، بيقدروا يكسبوا من وراه. حتى لو هو بعد كده قرف من التطبيق، لغى التطبيق من على تليفونه، ما بيفرقش معاهم. طبعا اغلب الناس اللي بتكتب تعليقات سلبية عن التطبيق بتكتبها لان هي عميل فيزا، يعني دمه بيتحرق ان الطلب يجي ناقص، ان الطلب بيتسلم لحد جنبه، جاره، لمجرد ان هو دافع بالفيزا. طب اتأكد من الناس اللي انت المفروض رايح لهم. الاوردر حضرتك استاذة فلانة، استاذة علانة، الطلب بتاعك كان ايه وايه وايه.
لكن انا اسلم لاي حد لمجرد ان هو دافع فيزا، وبعد كده العميل يتصل ويشتكي ويعمل مشكلة، وبعديها باسبوع ولا اكتر نقول له معلش وحقك علينا وهنعوضك. فطبعا دي برضو من ضمن المشاكل اللي الناس كتير بتعاني منها. فياريت يا جماعة لو اي حد عنده مشكلة مع بريد فاست يكتب لنا في التعليقات. شير ولايك وسبسكرايب للقناة واستنى تاني تطبيق جديد.